الكورة ما صنعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا مبسوطين جدا إن في لعيب مصري أول مرة يلعب في مانشستر سيتي، عمر مرموش، وانتقال تقريبا من أكبر الصفقات اللي تمت للعيبة مصريين للدوري الإنجليزي. النهاردة بعمل لقاء مع لعيب كان بيلعب في مانشستر سيتي، ناس كتير جدا مصريين ما تسمعش عنه وما سمعتش عنه. معانا حارس مرمى ما شاء الله طوله مترين. فطبعا احنا في مواهب كتير جدا، مع احترامنا لكابتن رضا عبد العال قال عمر مرموش ده فنكوش، وده راجل متصدر المشهد في التحليل في البرامج الرياضيه في مصر وبيجاب كتير. فلما يبقى لعيب زي دوت يتقال عليه فنكوش، ومانشستر سيتي ما بيجيبش اي لعيب يحط عينه عليه ويشتريه اكبر الصفقات، يبقى لازم ندور على الناس اللي لعبت والناس المصريين اللي لعبت في انجلترا ولعبت في انديه اوروبيه ومش لاقيه حظها في مصر تماما. فالمعايير مختلفه في تقييم اللعيبه. معايا النهارده سيف، حارس مرمى ما شاء الله متميز جدا، لاعب مانشستر سيتي. هنسمع القصه منه بالتفصيل. بنرحب بيك يا سيف معانا النهارده. ازيك يا كابتن صامد؟ انا مبسوط جدا ان انا معاك النهارده، وان شاء الله كده تبقى حلقه تعجب الناس ان شاء الله. احكي لنا بقى من اول بدايتك، انت ابتديت كوره امتى وازاي، وابتديت فين، في مصر ولا بره؟ عايزين نسمع منك تجربه كامله. تمام. انا في البدايه بدات كوره في سن 13 سنه. انا في الاول لما الناس تعرفش كنت لعيب تنس، وكنت مصنف يعني كنت رابع جمهوريه وكده، بس كنت دايما يعني بحب الكوره، كان ليا كده شغف معين للكوره، اللي انا كنت عايز دايما العب كوره واوصل لحاجه فيها وكده. فبدات رحت اختبارات في الانديه، بس طبعا عشان مش متاسس صح، مش يعني حراسة المرمى بالفطرة كده شوية، مش متعلم أساسيات وكده. كنت بروح الأندية كلها بترفض، ومستواي يعني ما كانش قايل إن أنا ألعب في نادي لسه. فكرت فكرة إن أنا أتمرن مع مدرب حراس كده لوحدي، يعلمني الأساسيات وأشوف لو هقدر فعلا اللي هو يقول لي إن أنا أقدر أوصل حاجة في الكورة وكده. وفعلا رحت الكابتن كان بيدرب في بتروجيت اسمه كابتن عبد الخالق، قعد يدربني وعلمني الأساسيات وأسسني صح، خدني معاه نادي بتروجيت. فكانت دي بدايتي في ناشئين نادي بتروجيت. يعني هو حتى لو هو بيمرني قال لي إن أنت يعني استجابتك عالية جدا وموهوب جدا وممكن توصل لحاجة كبيرة. كان عندي حوالي 14 سنة. فبدأت بتروجيت زي ما قلت لك، قعدت سنتين. لقيت الدنيا يعني ماشية كويس، بلعب مستوى كويس وكده. بدأت بقى أبص للخطوة اللي بعدها، اللي أنا كان دايما برضه طموحي اللي أنا عايز أعمل حاجة مفيش حاجة اسمها عملها قبل كده، اللي أنا كنت عايز أحترف بره. ففكرت إن أنا الفترة دي عايز أسافر، اللي هو يعني قعدت بقى أدور على وكلاء، أكلم وكلاء مش عارف حد يسافرني وكده، بس طبعا ما كانش فيه. فوالدي يعني شاف قد إيه إن أنا عايز آخد الخطوة دي وكده، فكر إن هو ممكن يساعدني إن أنا أسافر يعني على حسابي وكده، أشوف الدنيا بره عاملة إزاي. طب وليه اخترت مركز حارس المرمى يعني من البدايات اصلا؟ والله لقيت نفسي فيه. أنا أول لما اتحطيت في الجون لقيت نفسي فيه، اللي هو بخافش من الكورة، بصد صدات الناس تقول لي أنت إزاي بتعمل كده وعارف كده أنت بتلاقي نفسك في المركز. أنا حاسس كده، مدرب مرة قالها لي أنت اتولدت عشان تبقى حارس مرمى. فأصلا الحضر من أول الناس اللي خلتني أحب المركز ده. وكان بره فيه بوفون، كان هو برضه بوفون. كنت دول بشوفهم ببقى اللي هو فاهم، أجيب كورة كده وأقعد أترمي على السرير، أنا حارس مرمى. من سن 14 لحد 16 لعبتوا دوري قطاعات؟ لعبنا دوري قطاعات، دوري السويس، وكنا بناخده، خدناه السنتين دول. بدأت كورة 13 سنة. 17 سنة كنت بلعب في مانشستر سيتي، اللي هو يعني فاهم اللي هو استنى هنجيلها دي. هجيلها، بس أنا بتكلم اللي هو الموهبة يعني. كانت المدربين اللي مسكوني لأ، يعني بيقولوا لي أنت موهبة بتخليك تتعلم في مدة قليلة، الناس بتتعلموا ده لو مسموع شوية بتتعلموا في مدة أكبر. من خلال لعبك في بتروجيت من سن 14 لحد 16 سنه، ايه اقوى الانديه اللي قابلتها في مصر؟ يعني قابلتوا لعبت ماتشات قدام اهلي، قدام زمالك،
اللي انديه معروفه في بص احنا كان في حاجة اسمها قطاعات على ما بتذكر، يعني كان في قطاعات ده بنبدأ الدوري اللي احنا بنلعبه في السويس. احنا كنا بتروجيت في منطقة السويس، فكنا بنلعب في السويس، بتبقى أندية مش قوية قوي، يعني مش فاكر حتى أساميها وكده. بعدها احنا لما بنتأهل بنلعب تقريبا جمهورية أو حاجة كده، دي كنا بنلعب فيها. لعبنا فيها الأهلي، لعبنا الزمالك، لعبنا إنبي، لعبنا المقاولين، لعبنا فرق يعني كبيرة وليها اسم. فدي الفرق اللي أتذكرها. أنا لعبت ماتشين حتى كويسين جدا قدام نادي الزمالك. دول اللي معلمين معايا يعني في دوري الجمهورية ساعتها بتروجيت. دي كانت تقريبا تاني سنة ليا ما فيش حد لفت نظر حد لحد كلمك اهلي او زمالك؟ بص انا حصل معايا كذا مرة اللي انا في أندية كلمتني هنا في مصر. الزمالك لما لعبت قدامه كان عندي ساعتها تقريبا 15 16 سنة. لعبت قدامه ماتش حلو، وناس ساعتها كلمتني فعلا اللي انا اروح هناك يعني. وقفت ليك يعني؟ بص هو المشكلة اللي انت هنا في مصر، انت لما بتبقى في الناشئين متأيد بتبقى النادي متحكم فيك طول مدة الناشئين. ما ينفعش تمشي غير بإذنه، غير مثلا ما بقى انت ماضي في الدرجة الأولى. بتبقى عارف إن أنت عندك عقد، مثلا عندك 3 سنين 5 سنين كده. بس وأنت في الناشئين بيبقى التحكم الأول والأخير للنادي بقى. فساعتها كانت الناس لا شايفة إن أنا أقعد، يعني عكس بقى ما تيجي تسافر بره. لو سافرت بره وأنت معاك استمارة من حقك عادي تحترف بره. وده اللي حصل معايا يعني. طيب انت عايز تتنقل بقى على المرحلة اللي بعدها، بعد مرحلة الجيت ازاي سافرت؟ احنا وقفنا لحد الدوري المصري. دلوقتي الكرة وقفت. انت لعبت سنتين لنادي بتروجيت، وبعد كده من سن 14 لحد 16 الثورة قامت، فالنشاط وقف الكورة في مصر. فايه الخطوة اللي خدتها بعد كده علشان تكمل كورة بره مصر؟ بدأت ازاي؟ راسلت ناس كتيرة قوي من كل بلاد أوروبا، وكلاء كنت بطلع كده من على النت أسامي الوكلاء. وكلاء في مصر هنا أبعت لهم مدربين كده، بس للأسف ما كانش في حد بيرد عليا خالص. كان الناس مش انترستد أوي، عشان برضه أنا مش يعني ماليش اسم أو ما عملتش حاجة هنا في مصر، أو الناس نفسها ما بتبصش على السوق المصري أو لا تاخد منه لعيبة صغيرة. فبعد شهور من التدوير وإزاي أعملها وكده، والدي ساعتها فكر في فكرة. قال لي طب أنا عندي حد أعرفه صاحبي بره في إنجلترا، ممكن نتواصل معاه ونشوف إيه اللي ممكن يحصل. أنت لو سافرت بره يشوف لك نادي، يشوف لك اختبارات. ففعلا سافرت على حسابي ورحت هناك وكده. رحت الأكاديمية اللي هناك دي، بس للأسف لقيتها يعني زي ما توقعت خالص، اللي هم الليفل بتاعها قليل. اللي هو مثلا المدرب اللي هناك قال لي اللي انت مثلا اقصى حاجه ممكن تدرك بانديه درجه 5 6، اللي هو مش هتلعب ليفل بروفيشنال، هتلعب هواية شويه. فبس لقيت الدنيا هناك يعني مش احسن حاجه ومش واصل لحاجه كده، بس في نفس الوقت كنت عارف بقى إن دي اخر فرصه اللي انا اسافر. فكان ساعتها على ما اتذكر فاضل شهر وارجع او اسبوعين. فأنا في الوقت ده حسيت إن أنا سافرت ومش هوصل لحاجة، فقلت يعني أحاول للآخر. فاهم اللي أنت هناك خلاص وفرصة، يعني زي ما بقول لك كده فرصة عمرك. أنت هناك يا تظبط معاك يا ما تظبطش. انا قلت المحصول بتاع مانشستر اللي أنا لا يعني هروح كده، اللي أنا يعني دايما كده، اللي أنا دايما بدماغي اللي أنا عايز أسعى وربنا هو اللي يجيب الخير، يعني فاهم. فساعتها بدأت كده أدور أنا بنفسي على مين الأندية، إيه اللي أنا هروح كده الأندية أقول لهم. يعني عارف كده أنت تروح تخبط على باب النادي وتقول لهم أنا حارس مرمى أنا كذا، شوفوني في الملعب اختبروني، يعني مش هيخسروا حاجة. فبس لفيت بقى لفة، رحت أندية كتير أوي، لفيت كده لفة حلوة بس ما فيش حاجة ظبطت. انت كنت في مدينة ايه؟ كنت قاعد في مدينة كنت قاعد في مدينة اسمها بيتر برو. فرحت 8 أو 9 أندية. ايه النادي التاسع بقى اللي انت رحته وقلت خلاص دي اخر فرصة ليا واخر تجربة اخدها؟ تمام. النادي كان أستون فيلا. أنا زي ما قلت لك رحت كده بتاع الأمن وهي بقى آخر فرصة، فزي كده اللي هو خلاص يعني بعمل كل حاجة عشان بس يدخلني حتى أقابل حد أو أي حاجة. فقال لي بص أنا مش هقدر أدخلك. كنت خلاص، هو قال لي لأ، فكنت خلاص يعني بعد ما قلت ماشي. قال لي بص أنا مش هقدر أدخلك، بس ممكن أساعدك بحاجة تانية. اللي أنا هديك رقم وإيميل مدرب حراس المرمى،
وانت تواصل معاه. قعدت بعت له، انا فاكر بعت له 24 ايميل، انا بص هترد على طول. ما انا بعت له والتليفون ما بيردش لا، أصلا. هو ما بيردش اصلا عليا، اللي هو فاهم انا بكلمه اتصالات. مش بيرد عليا. اه. ف وكان ساعتها مفيش لسه واتساب وكده، وكان وسيلة التواصل اللي انت تبعت لحد بيبقى عن طريق الايميل. مم. فانت بعت لي ايميلات كتير قوي، جه بعد انا فاكر عديتهم كان 24 25 ايميل، جه في الاخر رد عليا. رد قال لي لسه فاكره لغايه دلوقتي. هو بعت لي قال لي أنا للأسف يعني جدولي مسحوم ومفيش فرصة إن أنا أقدر أجيلك وربنا يوفقك. يعني ده كان كلامه اللي أنا مش قفلها لك خالص. بالظبط. قال لي أنا مسافة بيني وبينك 4 ساعات، لو بيرد على حتة اللي أنا أجيلك مسافة بيني وبينك 4 5 ساعات، وهيبقى صعب إن أنت تجيلي وأنا مواعيدي زحمة فمش هقدر أجيلك، فالموضوع صعب وربنا يوفقك. عملت ايه بعدين؟ بعدها هو لما بعت لي كده قمت انا بعت له قلت له بص انا وكان ساعتها برضه في الايميل فاكر، وقال لي انا حتى لو يعني هو بيقفلها في وشي خالص، قال لي مسافة 4 5 ساعات ومفيش مكان تقعد فيه لو جيت، فالموضوع صعب يعني. فساعتها بعت له قلت له بص انا مستعد اجي لك وقت ما انت عايز، مكان ما انت عايز، وهقعد في اي حته ان شاء الله في الشارع بس اجيلك. فهو قال لي طب تمام. هو اصلا الراجل ده اللي انا يعني عرفته ساعتها اللي هو بيعمل كده كامب، يعني جنب شغله في استون فيلا بيعمل كامب بيجمع فيه حراس المرمى في اوروبا، احسن حراس المرمى في اوروبا، وعامل سكاوتنج نتورك كده وبيسوق الناس دي. فانا قلت له انا بص هجيلك على حسابي في المكان اللي انت فيه، اللي انت بس تشوفني مره واحده، ولو كويس ساعدني، مش كويس خلاص يعني تمام. فبس فرحت له، شافني شاف مستواي وكده، قال لي بص انت كفيزيكلي يعني طولك وكده كويس، بس كمستوى انت بعيد قوي اللي انت تلعب في انجلترا. بس عشان مجهودك ده انا ممكن اقعدك اللي انا امرنك لمدة شهرين، واشوف مستواك يوصل لفين. لو تمام ممكن اساعدك ان انت تروح نادي في انجلترا اللي انت تلعب فيه او انت تختبر فيه، وهشوف استجابتك. انت تمام تمام، مش تمام خلاص. فبقيت اتمرن صبح وليل معايا. كان عندي نواقص معينة ان انا مثلا هنا في مصر مشكلة تمرين حراس المرمى ما بيعتمدش ان انت مثلا تلعب برجلك كتير، فانا الحتة دي كنت ضعيف فيها جدا. كنت مثلا أخلص معاه تمرين أقعد 4 5 ساعات قدام الحيطة ببص الكورة بشوط الكورة بلعب فولي بمرن رجلي بطور نفسي الحاجات دي. هو كان شايف كل الحاجات دي، يعني بشوفها كده من بعيد بس شايفها قد إيه محتاج يعني. هو خصوصا الواحد بيضيفه برضو الفترة دي أو طرق اللعب بعد ما بقى 4 في خط الظهر، فحارس المرمى بقى ليفر، فبقى يتطلب دلوقتي اللي انت حارس المرمى لازم يلعب برجليه كويس. بالظبط. هو الموضوع ده لسه داخل في مصر هنا، بس الموضوع ده بره في انجلترا. بقول لك الكلام ده في 2011 2012. بص الكلام ده موجود بره من امتى، اللي انت كحارس وكمان سنك صغير. انا كان ساعتها سني 16 17 سنة، 17 سنة على ما أتذكر. اللي أنت تبقى في السن ده لازم تلعب برجلك يمين والشمال وتطلع الكرة صح وتلعب. الكلام ده حاجة مش يعني مش رفاهية، لا دي حاجة زي ما أنت بتمسك الكورة اساسي. فأنت الحاجة دي لو مش عندك أنت مش هتعرف تلعب أصلا بره. عارف يا سيف، انت شفت كامبوس بتاع المكسيك، حارس مرمى المكسيك، كان طوله قصير جدا وكان مشهور بيلعب ضربات جزاء، وقعد فتره يلعبوا راس حرب. بالظبط. يعني كان بيقف حارس مرمى وراس حربة. كان هيجيتا برضو كولومبيا. كان في تشلافيرت بروجواي او اوروجواي، بيلعب ضربات الجزاء كلها. بالظبط. كان في حارس برازيلي انا مش متذكر اسمه، كان من هدافين، يعني حط اهداف كتير قوي في البرازيل. فحته ان اللعيب، احنا هحط فيديوهات ليك وانت بره مصر وجوه مصر، يمكن من اكتر الميزات بتاعتك اللي انت بتلعب برجلك كويس، لان في حراس مرمى انت طولك ما شاء الله 2 متر، فدايما يبقى اللعيب المهاري او اللي كورته حلوه اللي قريب من الارض الاقصر. لكن نادرا لما تلاقي واحد طوله وحارس مرمى طويل وكورته حلوه على الارض بالظبط. بيلعب اللعيب. دلوقتي خلاص هو ابتدى قال لك هتتمرن معايا شهرين وهنشوف انت مستواك هيروح فين، لان انت مستواك الراجل قالها لك بصراحه لا يوكلك ان انت تلعب في انجلترا.
بعدها قعدت زي ما أقول لك أشتغل على حياة القصاني. هو كان قال لي اللعب برجلك ناقصك قوي عشان الكلام ده ما تأسسوش في مصر. فبدأت مثلا هو بعد التمرين بخلص معاه أقعد مع نفسي، كان ساعات بوصل 3 4 ساعات أقعد أتمرن لوحدي على رجلي، أشوط الكورة، أتعلم إزاي الحاجات اللي ناقصاني ده أشتغل عليها. قعدت فترة كبيرة أعمل الكلام ده. بعد شهرين بقى مستوايا، هو قال لي انت دلوقتي مستواك جاهز اللي انت تلعب في أندية في انجلترا، فهبعتك في نادي، هنبدأ بنادي درجة تانية، كان نادي اسمه ميدز برا ساعتها، اللي انت تروح تختبر فيه. ميدلسبرا لعب فيه ميدو محمد شوقي. بالظبط، كان ساعتها ميدز برا بيلعب في الدرجة التانية ساعتها مش في البريمير ليج. فرحت ميدز برا اشتغلت معاهم واتمرنت. ساعتها بقى القدر هو بقى اللي لعب لعبته، يعني الحتة بقى الناس كلها دايما تسألني فيها انت ازاي النقلة دي من شهرين يقول لك مستواك ما يقلقش، بعدها بشهرين كنت بتلعب في مانشستر سيتي. كان في يوم تمرين عادي، رايح اتمرن في ميدز برا، رايح اتمرن عادي. كان في ساعتها سكاوت رايح يراقب لعيب معين، اللي هو هيراقبه في تمرين بعدين هيراقبه في ماتش. فرحت يوم التمرين ده اتفرج علينا، وكنت ساعتها عامل تقسيمة جامدة جدا، وكنت اللي هو يعني نوير في التمرين. 16 سنة وقتها انت. 17 سنة 17 سنة سنة. فعملت تمرينة جامدة جدا، اللي هو في التقسيمة كنت بجد يعني بشيل حاجات أنا مش عارف أصلا بصدها إزاي، في العادي حاجات دي مش بصدها. فشاء بقى القدر اللي هو بعدها بفترة مانشستر سيتي الحارسين بتوعهم يتصابوا، اللي هو المرحلة بتاعت أندر 18 تحت 18. الحارسين بتوعهم اتصابوا، فالراجل يعني جه في باله اللي هو كان سكاوت طبعا مانشستر سيتي ساعتها، جه في باله اللي هو طب ما انا شفت حارس بيلعب في ميدز برا مش عارف ايه، فنجيبه بس اللي هو يكمل التمرين، اللي هو مثلا الفترة دي هو كانت ساعتها برضه أنا في فترة ترايل يعني مش لسه ما تأيدتش لسه، كنت الماتشات اللي بلعبها ماتشات ودية يعني. فجه في باله فكلم بقى اللي هو بيلي، الراجل بيلي ستيوارت ده الراجل اللي كان بيكلمني، فكلم معاه اللي هو الراجل يجي في مانشستر سيتي يتمرن وكده، بس مش اللي هو هيتعين، اللي هو يجي بس يتمرن معانا وكده. فرحت مانشستر سيتي دي طبعا كانت مش مصدق اللي بيحصل. انا هو الراجل بيقول لي انت هتتمرن مع مانشستر سيتي، فاكره بيهزر فاهم اللي هو هتمرن مع مانشستر ده سيتي. تحديدا سنة كام؟ الكلام ده كان في 2012 ساعتها. 2012 كان لسه السيتي كان فيه جويرو صح كده؟ كان في اجويرو وفي جو هارت وفي زاباليتا، كان في لعيبه اللي انا اصلا لما كنت باخد اللي احنا يعني هي بتبقى زي كده سبورت سيتي، بنبقى بنتمرن وجنبنا فريق لعب بيتمرن، يعني مثلا بخلص تمرين ابص الناحيه التانيه الاقي اجويرو والاقي جو هارت والاقي الناس دي، فكنت لسه يعني مش مستوعب مش مجمع. فالراجل لما قال لي انت هتتمرن مع مانشستر سيتي اسبوعين، ما كنتش مصدق اللي هو مانشستر سيتي بتتكلم عليا أنا مش رايح ميدز برا مرة بكرة. قال لي لا احنا هنروح وكده، وكنت ساعتها انا حظي ان انا مكنتش مضيت لسه مع ميدز برا، فرحت عشان اتمرن وكده. فبس هو الناس لما شافوني شافوا طولي، وكنت ساعتها مستواي اتطور بطريقة رهيبة وكده، كنت لسه صغير يعني 17 سنة، ده في الكورة لسه صغير قوي. ساعتها اتمرنت معاهم اسبوعين ثلاثة، بعد الاسبوعين دول قرروا ان هم هيدوني يعني 6 شهور دول. فبس فتأيدت بقى مع مانشستر سيتي ساعتها، وكان طبعا ساعتها مش مصدق نفسي يعني. طيب الفترة دي بقى قول لنا أبرز الحاجات، أنت قعدت قد إيه في مانشستر سيتي؟ إيه اللي تم؟ أنا قعدت معاهم، الكلام ده كان ساعتها في انتقالات يناير على ما أتذكر. وقعدت معاهم 6 شهور. طبعا هناك كل حاجة بروفيشنال بطريقة يعني رهيبة، هما بيعاملوا هما حاطين كده على مثلا على باب السبورت سنتر وي ترين از وي بلاي، يعني ورك اثيك كده موجود، انت يوم التمرين اللي هتتمرنه زي اللي هتلعبه. فانت ما فيش يوم مثلا تبقى بتدي مثلا 80%، تيجي في الماتش تدي 80%. فانت ورك اثيك كده اول لما بتخش النادي بتشوفها وي ترين از وي بلاي، فانت بتعيش يومك كل يوم كأنه يوم ماتش. هو هنا في مصر كانت مشهورة اللي يقول لك في لعيب تمرين ولعيب ماتشات، في لعيب بيبقى متألق قوي في التمرين بس ما بيتلاقوش في الماتشات. لا فهي الجملة اللي مكتوبة وي ترين از وي بلاي، وانت هتعيش يومك اكنه يوم ماتش. انت مثلا الكلام اللي انا بقوله لك ده ممكن يحصل هنا في مصر بس يوم الماتش. أكتر حاجة لفتت نظرك في التمرين بتاع الفريق الأول أداء اللعيبة. بص هي كلمة كان مدرب الحراس دايما يقولها لي، intensity.
انت بتشوف دايما اللعيبه ازاي الانتنسي اللي هم بيتمرنوا بيه، انت شايف قدام عينك قد ايه هم بيتمرنوا، الكواليتي بتاع التمرين، لا انت بتشوف التمرين تحس ان هو حر. مفيش بقى اللي هو مثلا التمرين تلاقي اللعيب بقى اللي هو بيتمرن على خفيف وخايف يتصل، لا انت التمرين انت شايفه، بتشوف اللعيبه دي بتموت نفسها كأنها لعيبه ناشئين، فانت الكلام ده كله شايفه قدام عينك. حاجة تانية من اللي اهتموا بيها اللي انت مثلا الثقافة بتاعت اللعيب، اللي انت مثلا في منتال تريننج، يعني انت مثلا في خلال اليوم مثلا بيبدأ الساعة 9 بينتهي الساعة 6، جزء في اليوم دايما بيبقى معاك معد نفسي بيديك مثلا منتال تريكس اللي انت ازاي مثلا تتعامل مع بريشر في الماتش، ازاي تتعامل مع بريشر التمرين، ازاي تبقى مهيئ نفسك للماتش. انت بتعيش التمرين زي ما بتعيش الماتش قبل حتى ما تبدأ التمرين. معد نفسي عايزين نقف معد عند النقطة نفسي دي كتير قوي، لأن لما اتعملت في مصر الناس كم التريقة على الدكتور النادي الأهلي جابه، طبعا كانت تريقة كتير، ده عادي من ناشئين في إنجلترا. لا انت هنا في مصر بيبص لها اللي انت معد نفسي موجود فانت عندك مشكلة او في حاجة، ده طبعا لا مش موجود، والكلام ده بقول لك موجود من كام من سنة 2012. طيب انت قلت لي اكتر لعيب شفته بيشوط بشكل قوي جدا اجويرو. اجويرو. احكي لي ديت برضه، يمين وشمال والتمرين زي الماتش، انت حضرت ماتشات؟ لا اللي هو فينش على التمرين، بص مع كل كورة جوان يعني حاجة، لا رهيب ما شاء الله. تمام. طيب قعدت قد ايه في مانشستر سيتي والماتشات قعدت 6 شهور. اتقيدت معاهم. انت لما بتبقى تحت 18 سنة في انجلترا حاجة اسمها اللي انت بتبقى انتاج بحاجة زي هنا في مصر كده اللي انت بحاجة بعمل حاجة زي الاستمارة. لما بتعدي 18 سنة لازم يتعمل لك عقد احتراف أو تبقى لاعب سنتين في أوروبا. فدي يعني قعدت معاهم من 17 لغاية 18. لما تميت 18 لازم يبقى في حاجة اسمها ورك بيرميشن، لازم تبقى لاعب نسبة معينة من النشاط الدولية هنا في مصر، أو تبقى محترف سنتين في أوروبا، معاك إقامة في أوروبا سنتين أنت بتلعب في دوري في أوروبا. حتى لو شافوك وهم مقتنعين بيك؟ دي حتى حصلت مع لعيبة مصرية في التوب ليفل، اللي هو مثلا جالهم عروض من الدوري الممتاز إنهم يسافروا إنجلترا، ما عندهمش نسبة النشاط دي، ما ينفعوش يتأيدوا. قوانين ما حدش بيقدر لا ما ينفعش. ايه اللي تم بعد 6 شهور؟ بعد ما خلصوا تميت 18 سنة. فساعتها مانشستر سيتي عرضوا عليا إن أنا أروح المجر، يعني هم عندهم سكاوت نتورك. الدنيا ما عجبتنيش قوي كليفل، أنا كنت حاسس إن أنت كنت لسه ساعتها برضه لسه صغير، فحاسس إن أنا لما كنت في مانشستر سيتي بعدين نزلت المجر حسيت إن الدنيا مش أحسن حاجة، وحسيت إن برضه أنا مش عارف أتأقلم قوي، اللي هو المجر بيتكلموا مجري بس، فكنت نفسيا مش مرتاح. بس كنت يعني عايز اللي أنا برضه أكمل عشان عندي طموح اللي أنا أرجع مانشستر سيتي تاني. بس اللي حصل ساعتها اللي أنا لما سمعت شوية اللي أنا كنت احترفت في مانشستر سيتي وكده، ناس بدأوا من هنا مصر يكلموني اللي أنت ترجع هنا مصر وتلعب أندية كبيرة، أهلي وزمالك ومش عارف إيه وكده. ومن ضمنهم كان وكيل مشهور قوي اللي هو كابتن أحمد يحيى يعني. كلمني اللي هو جاب لي عرض من الزمالك اللي أنا أنزل مع الزمالك هنا وأكمل يعني معاهم. انت كنت سمعت اللي انت خلاص في لعيب مصري بره محترف، ولا انت بتتواصل برضه مع الناس انت اللي بتعمل؟ بص انا كنت ساعتها برضو ميديا وكده مش منتشرة قوي، بس كنت يعني ناس معينة في المجال هنا عارفين اللي انا لعبت في مانشستر سيتي، بس طبعا كان موضوع ميديا وكده مش زي الوقت خالص يعني. ال6 شهور دول فادوك كتطوير اداء؟ يعني حاسس ان انت طبعا لا اتنقلت ليفل تاني خالص، يعني 6 شهور دول يعني يعدوا مثلا 6 سنين هنا او في أي حتة تانية، ففادوني جدا على مستوى السي في، على مستوى النضج بتاعي، على مستوى حاجات اتعلمتها لغاية دلوقتي في السن ده، فلا فادوني جدا ساعتها. بعد ما احمد يحيى كلمك، ايه الخطوه؟ جيت رحت فين؟ جيت هنا على نادي الزمالك فعلا ومضيت معاهم. الكلام ده كان في يناير، يعني بدأت مع الفريق في مجر في أول الموسم. بعد كده جيت هنا في يناير على الزمالك، قلت لهم أنا كده مش مرتاح مش عايز أكمل خلاص، وسمعت الكلام فعلا ونزلت مع نادي الزمالك واتمرنت. كان فعلا إن أنا ساعتها اتمرن مع الفريق التاني في الزمالك اللي هو تحت 20، واتصور مع الفريق الأول أتمرن. فبس فرحت نادي الزمالك أسبوعين والدنيا كويسة ومضيت واتفقت على كل حاجة وكده. بعدها جه قبل التأييد ما يخلص بيومين
جم قالوا لي إحنا عندنا مكان واحد بس في القايمة وفي حد يعني مهم في النادي عايز في المكان ده باك شمال اللي يتأيد مش أنت. مشيت. لا طبعا كانت صدمة بالنسبة لي إن هو خلاص أنا الموضوع بتاع بره اتقفل. وهنا كان فاضل يوم ولا يومين بس في التأييد وطبعا كل الأندية مقفلة قوائمها وأنا اللي هو إيه يا جماعة أنا رجعت عشانكوا وأنا خلاص أنتوا قلتوا لي إن أنا متأيد وماضي وكل حاجة تمام وأنت بس الأسبوع بقى اللي بعده هتطلع مع الفريق الأول ومش عارف إيه وفجأة قبل العيد بيوم مفيش أي حاجة قدامي فجأة أنت مش معانا. فساعتها النادي اللي كان فيه مكان واحد بس فاضي عنده كان ساعتها نادي الأسيوطي. فاللي هو تخيل إن أنت تبقى مثلا من سنة في مانشستر سيتي بعدين يحصل معاك كده وتبقى راجع على حاجة معينة بعدين ما تلاقيهاش فتتأيد في حتة فالكارير بتاعك اللي هو كان هنا فجأة بقى هنا من غير أي سبب يعني. فكان طبعا مضيت للأسيوطي. قعدت قد إيه؟ قعدت في الأسيوطي 2 سنين. بعد كده حرس حدود؟ وبعدين بقى يعني الفترة دي بقى اللي كان صعب عليهم صعب الموضوع عليا اللي انت هنا في مصر بيبصوا لها بالسن اللي انت سنك صغير حتى لو امكانياتك عالية أوي لا انت لسه صغير ما تلعبش فريق أوي تقعد على الدكة خليك حارس تالت أو كده فالفترة دي لا لقيت إن الدنيا في مصر مش ماشية زي بره في اللي انت مثلا مستوى كويس فتلعب لا اللي انت واخدينها بالسن شوية انت راجل لاعب هنا عندك خبرات تلعب ما عندكش لا اقعد. خطوة اسبانيا جت امتى؟ ساعتها بعد فترة الحرس دي أنا كنت يعني أستمر الفترة دي يعني أنا في الروك بوتن اللي هو خلاص تحت خالص. في حرس الحدود ما لعبتش كتير خالص يعني برضه بس ده حكاية سن وكده فقلت إن أنا لأ هسافر بأي طريقة. كان فريق أول حرس حدود وكان مين اللي كان مسكنا ساعتها كابتن سامي قمصان اللي هو المدرب صعب دلوقتي فصعب بينا ده ممتاز. بس أنا ساعتها قررت إن أنا لأ أنا عايز أسافر بأي طريقة. بس سافرت بقى بعد أسبانيا. خدت الخطوة ازاي لأسبانيا؟ بص أنا ساعتها برضه حصل معايا موضوع كده طريف اللي أنا بعد الموضوع بتاع حرس الحدود بعد ما حرس الحدود لسه أصلا مفيش لاقي نادي يعني خلاص حرس الحدود بعد أنت عارف هنا النادي بعد ما يصعد الدوري الممتاز بيمشي اللعيبة كلها. فكنت ساعتها أنا كنت اللي أنا حلمي بعيد أوي اللي أنا أسافر بس خلاص بدور بقى هنا أنت نزلت بقى من بره لهنا فصعب إن أنت تسافر فقعدت أدور على أندية وكده برضه كانت الدنيا مقفلة معايا في مصر اللي أنا مش لاقي نادي في مصر أصلا. بعدين بالصدفة لقيت إن في حد عامل اختبارات هنا في مصر وجايب سكاوت أسباني يعني الموضوع ده كان معروف يعني الناس اللي بتتفرج على لعيبة كورة هتفتكر الموضوع ده كويس أوي. فلقيت كده فقلت أروح أجرب حظي مش هخسر حاجة فاهم. فروحت لقيت اختبارات مفتوحة لقيت بتاع 500 لعيب مثلا كل بقى مصر جاية اللي إحنا عايزين نسافر ونحترف وكده. كانت معمولة فين؟ أو نادي إيه؟ كانت معمولة في ملعب كده جنب الهرم. فكان كويس أوي الملعب كده جنب الهرم وكان السمسار ده جاي فأنا لما شفت أصلا المنظر كده كنت رايح أنا واتنين كمان لعيبة معايا. شفنا المنظر ده قلنا يلا يا ابني نمشي احنا قبل ما نخش 10 دقايق مش هيشوفنا فروحت وسبحان الله برضو اختارنا أنا و3 كمان وسافرنا بقى اسبانيا. أنا كنت ساعتها أنا برضو الوحيد اللي طلع لي فيزا والاتنين التانيين اللي هم اختاروا ما عرفوش ياخدوا فيزا ساعتها بقى سافرت اسبانيا. قعدت بقى في اسبانيا ساعتها 3 سنين ولعبت في ليفل كويس أوي يعني ساعتها الدرجة التالتة. سيف حابب أسألك سؤال شعورك إيه وأنت كنت من كام شهر في مانشستر سيتي وبيتمرن جنبك الفريق الأول إغويرو وشايف ليفل تاني خالص وبعدين ترجع تلاقي نفسك بتتمرن في الأسيوطي شعورك باصص للناس إزاي حواليك بتتعامل مع الناس إزاي دي لوحدها بتالي كانت لا عايزة. هو أنا بص أنا الفترة دي أصلا أنا كنت في فترة اسمها اللا شعور اللي أنا أصلا مش مستوعب عارف أنت كده وأنت في الملعب أنت مش مستوعب أنت فين أنت إيه اللي بيحصل أنت إيه اللي حصل. قعدت كده بجد سنة ولا 6 شهور أنا مش مستوعب هو إيه اللي بيحصل فاهم. وطبعا ناس محترمة وناس جميلة مش تقليلا من النادي لا لا خالص أنا بكلمك أنا آه. انت عارف لما تبقى فوق قوي فوق اللي انت مثلا لامس السما بايدك بعدين فجأة كده تسكوت حر تبقى تحت. أنت وفترة لا وفترة اللي هي مثلا فترة سنة ولا سنة ونص فاللي هو مثلا مش اللي انت مثلا من 10 سنين كنت بتلعب كذا وبعدين كذا
فاللي هو النازلة في الكارير نفسها فجأة كده لأ، كانت شعور صعب أوي عليا وما قدرتش يعني أتجاوزه بسهولة. اللي أنا قعدت فترة كبيرة سنين اللي أنا مش مستوعب اللي هو إيه اللي حصل في الكارير بتاعك، فاهم؟ ليك صورة قدام ماتش قدام سواريز. قدام سواريز ده كان ماتش في فترة الإعداد، كنا بنلعب أتلتيكو مدريد. الماتش ده خلص 1-1، ويعني يعتبر من أحسن لعيب لعبته قدامه في حياتي تقريبا. فعلا. اللي هو طبعا يعني أنت تلعب قدام لعيب توب ليفل، دي حاجة تتحسب لي يعني. سيف 3 سنين في اسبانيا، الدرجة الثالثة، ايه اللي رجعك من اسبانيا تاني لمصر؟ والله هو القدر عملها معايا تاني، بس أنا أصلا يعني كنت عكس المرة الأولى واخد قرار اللي هو مهما يحصل أنا مكمل في أوروبا وعمري ما هرجع مصر. بس زي ما أنت عارف يعني الحاجة اللي حصلت خارجة عن مش إرادة العالم كله، إن الكورونا حصلت. فرجعت. فالدنيا فضلت واقفة بتاع سنة، كل حاجة واقفة حرفيا في العالم كله. قعدت 7 شهور بصرف بقى من جيبي، اللي هو خلاص الأندية وكده الوضع الاقتصادي بقى صعب جدا. فحسيت إن كل الفلوس اللي عملتها بصرفها عشان مجرد أقعد بس، فقلت هرجع نجرب بس فترة. اللي أنا أرجع مصر ولما الدنيا تظبط هرجع تاني أسبانيا. فهنا في مصر برضو كان الناس بقى برضو رجعوا يكلموني أنت هتلعب في أندية دوري ممتاز وكده وبتاع، فعرضت بقى على الأندية كلها. كنت بلاقي بقى مبررات غريبة، لو مثلا واحد يقول لي ده السي في بتاعه حلو قوي، فهو لو كده ايه اللي يخليه يرجع مصر؟ يعني السبب اللي هو يرفضك اللي انت السي في بتاعك جامد قوي. طب يا عم شوفني في الملعب. شايف ان مستواك اعلى، هم شايفين مستواك اعلى من اللي هو مش مصدقين، اللي هو مثلا السي في يعني مثلا وكيل بيعرضني على نادي دوري ممتاز، الراجل لعب في مانشستر سيتي، لعب في اسبانيا، حتى هنا في مصر لما لعب كان صعد مع انديه مش عارف ايه، فخده اتفضل. يبص في السي في ده جامد قوي، ده إيه اللي يجيبه نادي زي بتاعنا؟ يا عم انا عايز اخش، يا عم خدني شوفني في الملعب. لا انت اكيد في حاجه غلط، اكيد مصاب تكشف عليه، اجيب مستوى انت تشوفه في الملعب. لا هو سيف لا. انت محتاج الفترة دي دكتور نفسي، معالج سلوكي يمشي معاك علشان يعالجك من خطوة مانشستر سيتي، واحد بيلعب في مانشستر سيتي وينزل يجي مصر يلعب في أندية مع احترامنا ليهم تانية وتالتة، لواحد بيلعب قدام سواريز أعلى لعيب وأعلى رأس حربة في العالم، ينزل يلعب برضه مع احترامنا لأسماء لعيبة. فدي فجوة كبيرة يا سيف، أنا مش عارف أنت بتتخطاها إزاي. لا انا لما ناس مثلا معينه بيشوفوا السي في اللي انت اغرب سي في او اغرب كارير شفناه في حياتي، اللي هو الوضع بيقعد يتشقلب بيا، اطلع فوق انزل تحت، والمشكله بتبقى حاجات كلها خارجه عن ارادي. يعني مثلا اللي يشوفني في الملعب، يعني مثلا انا ناس كتير ما اعرفهاش مثلا بيشوفوا لي فيديوهات او صدات او كده من غير ما يعرفوا كاريري او قصتي او حاجه، يقول لك ازاي الولد ده بيلعب في الليفل ده. فدي بالنسبة لي بتبقى شهادة كويسة أوي، اللي أنت فاهم في ناس اللي هو تقعد تقول لك أنا كنت وأنا عملت وأنا بتاع، بس الملعب اللي يكون. فأنا لغاية النهاردة الحمد لله أي حد يشوفني في الملعب يقول لك الولد ده إزاي بيلعب في الليفل ده. سيف أنا شايف حاجة ودي من وجهة نظري، مش عارف انت ندمان عليها ولا لا. لو كنت صبرت في المجر، يعني مانشستر سيتي اختار لك نادي تقعد فيه سنتين عشان ترجع لهم تاني، شايف ان الخطوه دي كان قرار؟ انت قلت لي كنت صغير شويه، القرار ده لا رقم القرار يعني مثلا لو في قرار غلط خدته، يعني مثلا بقول القدر ما ساعدنيش في حاجات كتير، بس لو في قرار غلط واحد خدته كان القرار ده إن أنا أرجع مصر وأنا القرار صغير. ده. يعني كنت صبرتش ساعتها في المجر شوية، بس أنت عارف طبعا المجريات، قال لك بقى الزمالك ومش عارف إيه وهتلعب منتخب والبحر طحينة، فاهم؟ بعدين رجعت هنا لقيت لا الدنيا مش زي ما اتقال لي خالص. ولحد النهاردة أنت الدنيا مش في مصر شوية مش مستوى خالص. اللي أنت لو في علاقات معينة عندك، لو في وكيل معين يتكلم عليك، لو في حد معين هيدخلك في النادي ده بتلعب. غير كده انت مهما كان مستواك لا بتبقى ليك ليميت معين مش هتتخطاه. كلام احمد القندوسي انت بتكرره مع، زي ما قال على. بص هو من غير ذكر اسماء، بس هو فعلا لا هنا في مصر يعني حتى كنت عامل على التيك توك عندي اللي انا مثلا في يعني حوالي الناس رحلتي، اللي انا مثلا ما بحبش اتكلم ببوقي، حوالي الناس رحلتي اوريهم قد ايه انا بتعب، قد ايه انا بلعب، قد ايه انا بجتهد، وهم يشوفوا اوصل لفين. فالناس نفسها قعدت تقول لي لا ده هنا في مصر الدنيا في مصر ماشيه مش عارف ازاي كده، قلت لهم لا انا هثبت لكم العكس. بس أنا دلوقتي مش عارف اثبت العكس عشان للاسف لا الدنيا في مصر مختلف. مختلفه ماشيه بحاجات بره الكوره اكتر. انت لو اجتهادك في الملعب بس ما عندكش حاجات اللي بره الملعب، ليك ليميت معين او سقف معين مش هتتخطاه. ايه الفرق بين اللعيبه في اوروبا واللعيبه في مصر؟ المنتاليتي
المنتاليتي يعني زي مثلا. صلاح ما قال. لا المنتاليتي طبعا دي أهم حاجة. المنتاليتي لو عندك كل حاجة تانية سهلة، حتى لو عندك نقص في الكورة. لكن لو الكورة عندك وما عندكش منتاليتي مش هتوصل لأي حاجة. سيف، انت شايف نفسك تلعب فين جوه مصر؟ الانديه اللي ممكن تلعب فيها دلوقتي وبره مصر، شايف نفسك فين؟ بص هو الواحد ما يقدرش يتكلم عن نفسه، بس أنا يعني بشهادة الناس هنا أي حد بيشوفني يقول لي مثلا بتلعب دوري ممتاز على الأقل مستريح. فأنا شايف إن أنا أستحق ألعب في الدوري الممتاز كمينيمم يعني. بره مصر دلوقتي يعني ممكن لو مثلا دوري من الدوريات اللي بره التوب فايف ممكن ألعب فيه عادي جدا. أنا شايف كده. سريعا يا سيف، عايز اعرف الفرق بين تطوير الاداء في مركز حراسه المرمى، الفرق بين انجلترا واسبانيا ومصر. قولها لي كنسبة، كام في المية لكل بص هو الأداء؟ هنا في مصر في مدربين حراس محترمة جدا يعني. أنا اتمرنت مع مدربين حراس دارسين بره كويس، بيشتغلوا الأساليب بتاع بره، بس هما نادرين شوية. بس موجود، لكن بره بيبقى في كل الأندية اللي لعبتها لأ، مدربين حراس بيشتغلوا بسيستم معين. عكس هنا في مصر، هنا بتبقى تفاوت شوية، اللي هو الراجل لو اشتغل على نفسه ودرس وعمل سيرش وجاب من هنا وهنا بتلاقيه بيتدربك بس هو بره في سيستم ماشي على الكل. فمدربين الحراس بره كلهم كويسين أوي يعني. مين المدربين اللي أنت شايفهم أفادوك في مصر ومستواهم زي المدربين في إنجلترا وأسبانيا؟ مدربي الحالي اللي أنا بتمرن معاه كابتن كريم، مدرب شاب وكويس جدا ودارس وبيشتغل كريم على إيه؟ نفسه، اسمه؟ اسمه كريم حمدي. مم. وفي أبويا الروحي طبعا كابتن عبد الخالق اللي علمني مسكة الكورة بتروجيتي لو تفتكر لما حكيت. ومدرب برضه كويس جدا، ومدرب يعني شايفه في حتة تانية أحسن مدربين في مصر، اسمه كابتن محمد عبد الرب. سيف، شعورك إيه وأنت كنت بتتمرن في مانشستر سيتي وترجع للدوري المصري وأنت بتتفرج على جوايرو بيتمرن وبتتفرج على لعيبة مصريين هنا؟ شعورك إيه أول لما رجعت؟ كان إيه شعورك؟ لا هو ساعتها الفترة دي يعني حاسس كده إن أنا أصلا كان دماغي مش مستوعبة، اللي أنت فاهم اللي أنت كده بتبص حواليك ومش مستوعب إيه اللي أنا فيه ده، هو إيه اللي حصل يا جماعة؟ أنا من سنة كنت في مانشستر سيتي، إيه اللي أنا فيه الوقت ده؟ فقعدت فترة قعدت فترة كبيرة مش مستوعب يا جدعان، خدوني من هنا رجعوني تاني هناك يا جماعة اللي حصل ده. فلا كانت فترة صعبة أوي بالنسبة لي، بس هي دي الكورة يعني. فلا كان الموضوع في الأول صعب جدا نفسيا يعني. قعدت كتير أوي عايز أتعافى نفسيا من الموضوع ده، بس يعني الحمد لله بعد صبر ما خدناش كانش عيط في آخر حلقة. لا مش هتعيط، بس انت مكمل ان شاء الله وعندك طموح اللي انت برضه لآخر عايز لحظة تنزل مكمل، مصر. ولا يعني زي ما قلت لك أنا طول عمري بسعى وبحاول، وفي الآخر ربنا يعني مش بيضيع تعب حد، وأنا لآخر لحظة بفضل أتعب وأشتغل. اللعيبه بره موهوبه اكتر ولا في مصر؟ كموهبه لا كموهبة في مصر فيها مواهب كتيرة جدا اعلى وكويسة من بره. جدا، بس مفيش اهتمام بيها يعني. بره بيبقى السيستم بيساعد ناس، بس هنا الموهبة بدل مفيش سيستم مش هتوصل لحاجة. هي دي المشكلة. بس كموهبة مصر فيها مواهب كويسة جدا، والدليل أهو عن دلوقتي أحسن 10 لعيبة في العالم في 2 منهم مصريين. سيف، انت نورتني حبيبي صح. يعني. مبسوط إن أنا كنت معاك، حبيبي يا سيف، واستمتعت جدا بالحلقة واسترجعت حاجات كتيرة قديمة ومبسوط أوي إنك معاك النهاردة. حبيبي يا سيف، حبيبي يا سيف، احنا يعني عملنا الحلقه ديت قلنا ان في لعيب مصري لعب في مانشستر سيتي، وفي احنا ما نقللش من نفسنا، لا في لعيبه ولعيبه عاليه جدا بس لو استمرت. فاتمنى ان الناس تستفيد بالتجربه بتاعت سيف، ان هو يصبر شويه في قرارات غلط اللعيب ممكن ياخدها، لازم يبقى في حد بياخد رايه واعلى منه خبرات. لكن سيف لو كمل كان هيبقى حارس 2 متر ما شاء الله. نادرا لما بنلاقي حارس ما شاء الله بالطول دوت. فلو كمل مانشستر سيتي كان ليفل تاني. فتاني لعيب يحترف او مصري عمر مرموش احترف في مانشستر سيتي اهو. فتقريبا الاول جبناه باول واحد يعني كان في مرحله الناشئين وما مضاش، بس في مانشستر سيتي وعدى على النادي.
فنتمنى التوفيق لسيف الفتره الجايه ان شاء الله، ونشوفه في حته اعلى يتمناها باذن الله. الكورة ما صناديق